عملنا المرة اللي فاتت ده وده وده. طيب ما تيجي اعلمك ازاي تعمل ده وده وده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي انت بتشوفني فيه. تكملة على التوتوريال اللي فات او الشرح اللي فات اللي كنا استخدمنا فيه الرومز عشان نطلع بيها الدياجرامز المختلفة لكل غرفة وهكذا. ايه رأيك تيجي بقى نكبر الموضوع ده او نستخدمه على استخدام اوسع شوية ونروح نعمل بيه دايجرامز مثلا للماستر بلان. برضو عايزك تعيش شوية وتجرب كده تقدر تستفيد من الموضوع اللي فات ازاي على مستوى المبنى الواحد، ولكن تعالى ناخد الموضوع لسكة اوسع من كده او اعقد من كده او بسكيل اكبر يعني. طب انا هنا يعني سريعا كده احنا عارفين الكابانا اللي احنا نشتغل بيها طبعا. ماشي. خليني الغي. تمام، دي اللي احنا بنشتغل بيها. كان المدخل بتاعها من الجنب وكانت تقسيمتها الداخلية زوننج بالشكل ده. يعني نفتح كده الفيو اللي فيه الرومز. طيب ده الفيو اللي فيه الروم دي كده كل الرومز موجودة والدنيا تمام. طب انا بس خدت منها كوبي عشان يخدم التوتوريال الجديد معانا، يعني خدت منها كوبي وغيرت فيها شوية حاجات كده الا وهي ان انا مثلا خليت المدخل من هنا، لغيت الفرونت يارد بس اعمل اختلاف بشكل ما. لغيت الفرونت يارد لسبب ما عشان بس نعمل اختلاف. خليت الديك اللي كان هنا خدت منه كوبي هنا. لغيت السلم خليته من هنا، يعني عشان اقدر ان انا اوزع ماستر بلان في تو تايبس. اول تايب فيهم هو التايب الاساسي بتاعنا، في بقى امتداد للديك ده عشان يخش من الجنب، وليكن دي كابانز مثلا على جبل او على حاجة يعني، وده زي فلور كده مجمعهم وانت بتخش يمين وشمال. فانت هتخش من على اليمين هنا عندك الدك، وتخش على الكابانا العادية بتاعتنا، وهنا بتمشي وتخش من هنا وتخش على الكابانا برضو، يعني تقريبا شبهها في الديزاين الى حد كبير يعني. طيب تعال بقى نشوف احنا هنعمل ايه هنا بنفس الطريقه اللي فاتت زي الفيديو اللي فات. اول حاجه بس نخلي نثبت التمبلت بتاعنا اللي هو البريزنتبل دوت، كان اسمه روم سيبريتس. تمام، واتاكد عشان برضو كذا حد قال ان هو لما جه يجرب لقى الموضوع مش شغال. انت لما بتعمل التمبلت، بما ان هو هيبقى تمبلت مجمع تقريبا لكل البرزنتيشنز بتاعتك، بس هتغير حاجه ما بين كل فيو والتاني. يعني احنا هنا مثلا هنغير الكالر فيل او بنلعب في حته الكالر فيل والرومز والكلام ده، فبتفتح التمبلت وتسيب التشيك دي مفتوحه اللي هي ايه. انت دلوقتي الكالر سكيم انا معايا في التمبلت ولا مش معايا؟ يعني هثبت الكالر سكيم ده على اي فيو ياخد التمبلت ده ولا لا. فلو انت عملت تشيك هنا في الانكلود يبقى ده من ضمن التمبلت، لو انت عملت ان تشيك يبقى انت ساعتها كل السيتنجز هتفضل ثابته، بتتغير على مستوى الفيوز كلها ما عدا البارامتر اللي هو الكالر سكيم اللي انت بقى بتقدر تغير زي ما احنا هنشوف قدام. طيب انا كده عملت ده. اوكي تعالى نقول بقى ان احنا ايه. طيب اول حاجه طبعا هنا هروح على الكالر سكيم واقول له انا عايز اختار. ماشي، الديفولت عندنا هنا نجيب ان احنا الرومز مثلا هنلاقي النيم. تمام، وانا مسبقا كنت مدخل الكالر كود اللي انا بحب استخدمها يعني. طيب ونقول له اوكي ابلاي، الدنيا تمام. بس فرح العمده اشتغل. تعالى بقى ايه نعمل نفس التريكات اللي عملناها المره اللي فاتت، ولكن ناخد بالنا من شويه حاجات. اول حاجه ناخد بالنا منها هي التشيك بتاع الاوبشنز ده. لو انا عملت انا تشيك على انكلود elements from links كده، هو مش هيسمع معايا اصلا لان هو مش هيقرا الرومز، فلازم اخليه يقرا الرومز اللي في اللينك او يقرا الداتا اللي في اللينك عموما. التشيك ده هتلاقيه في حاجات كتير قوي زي الفلترز والسكيدجولز والرومز، اللي هي اللي انت عندك داتا معينه وعايز اقراها من الفايل اللوكال ولا ادخل في حساباتي الاليمنتس، قصدي اللينكس. بيفرق في ايه؟ بيفرق ان انت مثلا عندك عناصر كتير في السايت، انت مثلا عامل لود لتايبس زي كده، وعندك عناصر في السايت مثلا فيها ابواب او حاجه او فيها رومز، فانت عايز تحصر الرومز اللي في الفايل ده بس اللي هي ليها مثلا خواص معينه هتروح للناس اللي بتشتغل في السايت،
وعندك رومز تانية مثلا او ابواب تانية لكل لكل مبنى لوحده. دي بقى دي مرحله تانية او ستيب تانية. فده نوع ما من الحاجات اللي بتعمل بها ايه اورجنايز كده للداتا اللي عندك، بتقرا من الفايل ولا بتقرا من اللينكات. فانا هنا هشغل القراءه من اللينكات عشان اقرا الكلام ده. طيب هنا مش هستفيد حاجه قوي، او ده مش موضوع الشرح بتاعنا قوي. انا الموضوع هنا ان انا عايز اعمل دايجرامز، برزنتيشن يكون مظبوط. اول حاجه عايز اعمل لها برزنتيشن مثلا هي اماكن الدخول. طب ليه اماكن الدخول؟ خليني اقول لك، او خلينا نعمل على طول. انا مثلا هنا هقول entrance diagram، نقول له اوكي، وهلغي طبعا كل الحاجات دي. لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات انصحك تروح تشوفه، لان هو يعني انا كنت ساعتها شارح فيه باستفاضه احنا بنعمل ده ليه. واقول له اوكي. طيب هو بيريجنريت، جاب لي كل المداخل. انت من بعيد كده، الناس بتاعت الاربن والماستر بلاننج هتفهمني. انت من بعيد كده لما انت هتحط الداتا بتاعتك وتكتب الكلمتين او الباراجراف اللي انت عايز تتكلم عن اختيارك للمداخل وتوزيع المداخل بالنسبة للفلور اللي مجمع الكلام ده كله مع بعضه. يعني في كلام بقى بيتكتب والانوتيشنز بتاعت الدياجرام والكلام ده، هتلاقي ان ده طالع معاك دياجرام فاليد جدا وشكله منمق وحلو وواضح ومقروء بسرعه. انت مجرد نظره خلاص انا فهمت ان دول مداخلهم من هنا، وبالتالي عينك هتلقط الديك اللي قدامهم، وخلاص انا فهمت مثلا ان دي شبه دي نوعا ما، وان دول تايبس مختلفه ومدخلهم من الفلور دي على طول. تمام. خليني بس اوضح لك حاجه. انا عملت سايد بلان سريع كده، خليت ده جزء منحدر عشان كده لغي، يبقى في سبب يعني الغي بيه الفرونت يارد من هنا، وهنا دي ارض عاديه فسبت الفرونت يارد. يعني عايز اعمل اختلاف عشان بقى الدايجرام اللي بعد كده اللي هو اللي انا هفرق بيه التايبس يكون واضح. طيب خليني اعمل دايجرام تاني هنا الاول. وليكن مثلا الدايجرام مثلا الاطلالات او الليفنج سبيسز المتاحه في كل كابانا من دي. لو انا جيت هنا واخترت مثلا، قلت له لا انا مش عايز الانترنس هو اللي يبان، انا عايز الليفنج او الفيو، ممكن living spaces، واقول اوكي. هلغي الانترنس واشغل، احنا عملنا المره اللي فاتت الترس والليفنج والفرونت يارد، واقول له تمام. برضو لوهله اكتشفت ايه يعني النظره السريعه ان دول ليهم ليفنج وفرونت يارد والكلام ده، وفي حياه هنا، وممكن كمان يكون لها اكستنشن على حسب مساحه الفرونت يارد دي. تمام. وان دول لا، وبالتالي ممكن اصلا تقرا من دول ان لا ده في هنا حاجه في التضاريس ان انا مش عارف اقرا الكلام ده، دي تايبس مختلفه. ف... فده الدياجرام انا شايف ان هو جميل جدا وواضح ويسهل عليك امورك، وطالع من الموديل بتاع الريفت، فالدنيا بسيطه، الدنيا سهله تتلم يعني. طيب ركز بقى معايا في اللي جاي ده، وهو الدياجرام بتاع ال التايبس. دياجرام التايبس هنا اوريك برضو بريفيو سريع ليه كده، اللي هو ده ان كل تايب يبقى واخد لون مختلف عن التاني، وبالتالي انت سريعا كده لقطت ان في ده تايب وده تايب تاني. ما بالك بقى لو عندك 3 4 5 6 10 تايبس متوزعين في الماستر بلان، كلر كودينج ساعتها هيبقى مهم جدا ان انت تعمله عشان تشوفه بسهوله. ولا ساعتها فيلد ريجن هينفعك، ولا تخش على الاوتوكاد وتعملها بلوكات وتنطورها وبتاع. عايزين حاجه سريعه، عايزين حاجه نستخدم فيها الانفورميشن اللي عندنا، احنا حاطين انفورميشن عشان نعرف نستغلها. ف تعال اقول لك بقى ازاي نلعب بالبارامترز ونستخدمها في حاجه زي كده. انا هنا هاجي اقول له والله انا كل الرومز اللي هنا دي امسكها كده واقول لها فلتر، هات الرومز. شايف انت دي كلها بارامترز تقدر تستخدمها. ولما تخش في الكارد سكيم هنا اديت سكيم، هتلاقي ايه ان انت ممكن تعمل سكيمه جديده، مثلا نيو سكيم اهي. تمام. هسميها تايب.
السكيما الجديده دي تعالى بقى نغير، نقول له اللون بتاعك الكالر بيتغير على اساس ايه. هتلاقي فيه بارامترز كتير قوي، ممكن حتى انت تعمل بارامتر لنفسك شيرد بقى او بروجكت بارامتر او ايا كان، تقدر ان انت تدخل بيه داتا مختلفة عن دول يعني. فأنا هنا بصراحة عندي حاجات كتيرة أنا ممكن أستخدم منها الديبارتمنت. ماشي. وليكن ده الديبارتمنت اهوت، أقول له أوكي. طب إيه الديبارتمنت دوت؟ اثبت. لما هسلكت الرومز أقول له فلتر، هات الرومز. أنا هنا مدخله في الديبارتمنت دوت كابانا 02، وليكن أنا هسميها مثلا تايب 1. تايب 1 حلو كده. وتعالى اخش في الكالر سكيم هنا، هقول له والله شايف انت كل الالوان دي، انا مش عايز كل الكلام ده. تايب 1 اهوت، انا عايز اللون مثلا اي حاجه ازرق. تمام. ونفس الكلام في باقي التايبس. فانا هنا عامل ال اوريدي كنت محضر السكيما بتاعتي. ديبارتمنت اهو. اوكي. تمام، ادي تايب 1 وادي تايب 2. تمام، هسيب ده واسيف ده. في خطوة مهمة جدا بقى لما تخش على الفايل بتاعك اللي هو اللي انت مجمع فيه الشغل، اهم حاجة تعمل مانج لينك، او يعني من قائمة انسرت هنا تقول له مانج لينكس، وكل التايبس عندك تريلود. اي تغيير بيحصل بره لازم تعمل ريلود. نقول له اوكي. طيب بعد ما حصل الريلود تعالى بقى نحط ايه الكالر سكيما بتاعتنا. فانا هقول له هنا انا عايز الرومز من النيم دوبليكيت، هقول له دي ديبارتمنت سكيما. اوكي. البارامتر بتاعي لا انا هقسمهم على حسب الديبارتمنت. ماشي. ظهر لي تايب 1 وتايب 2. نمسح بس كل اللي فوق ده عشان ما نتلخبطش. هو اوكي، اوتوماتيك هتلاقيهم اتغيروا. فاضل لي بس حاجة بسيطة ان انا اختار الوان واضحة. فسي مثلا هختار اللون ده لتايب 1 وهختار اللون ده لتايب 2. شكرا انت خلصت الدياجرام. حط الانوتيشنز بتاعتك سواء كانت colorful legend هنا، سواء كان تكست ماشي بعنوان وباراجراف، انوتيشنز بقى، وتشاور هنا وتشاور هنا وتشاور. انت عملت حالة او عملت دياجرام بسيط وجوه يعني خلي بالك انت عندك فيوز تانية تقدر بقى تشتغل فيها. فانت من جوه الريفت اي تغيير بقى في الموديل، اي تغيير في اي حاجة، هي الانفورميشن موجوده يا دوبك، بس انت واقف على خطوه الاكسبورت. اي تعديل مش هتخش تاني على فوتوشوب وتعدل وتجهز وبتاع، هي خلصانه جوه الريفت وبتكسبورت على طول. فاتمنى ان انا اكون فدتك بشكل او باخر في حاجه زي كده. الناس بتاعت الماستر بلاننج تقول لي لو في حاجات ما نفعتش، عندكم اقتراحات او مشاكل، خلينا نقول مشاكل بتقابلكم وبتاخد منكم مجهود كتير والورك فلو بتاعها بيدخل فيه سوفت ويرز كتيره وبيتعقد وكده، ممكن ان احنا نجرب نعمله بالريفت. شكرا ليكم. هو حاجه اخيره للي لسه بادئ يتابع التوتوريالز، احنا كنا عاملين قبل كده 3 فيديوهات دول مهمين جدا عن ان انت ازاي تعمل تمبلت ينفع ل 3 دي وللاليفيشنز وللبلانز، ومنها طلعنا موضوع الرومز. وكان في برضو بعض الاستخدامات للتمبلت ان احنا نطلع حاجه ارتستيك او ويل بريزنتد للمشاريع بتاعتنا. فيا ريت تخش كده تدور شويه في التشانل، هتلاقي حاجات تعجبك ان شاء الله. بس كده، ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعمني باللايك والشير، تنصح حد من اصحابك يتابع الموضوع، لو انت على اليوتيوب تعمل سبسكرايب. وشكرا لكم جدا واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.